السلام عليكم، بسم الله على بركة الله، صلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يحلو الكلام إلا بالصلاة والسلام على سيد الخلق. بسم الله على بركة الله، جيتكم بوصفة رمضانية بامتياز. وصفة تقدروا تعملوها مشروع، تقدروا تعملوها طبعا تفرحوا بها عائلتكم، تعملوها تديوها في يدكم ضيافة، تزاودوا بيها تسحروا بيها، اللي هي وصفة ليمونة، يعني محشوة بكريمة، حبة بيض فقط. بسم الله على بركة الله. هنا جبت المقادير اللي حطيت: كاس نتاع الحليب، وزيت له نصف كاس نتاع الماء، عندي حبة بيض، عندي ملعقة صغيرة ملح حتى نحطها من بعد، راني مازال ما حطيتهاش. حطيت هنا 2 مغارف سكر، يعني 2 ملاعق، كاين اللي ما يعرفوش واش المغرب. 2 ملاعق سكر، ملعقة فرينة. طبعا هنايا حطيت كاس نتاع الحليب، نصف كاس نتاع الماء. الماء يكون دافئ والحليب خلاف يكون دافئ ماشي بارد. هنا خلطتهم مع بعضهم مليح مليح المكونات. حطيت هنا مبشور حبة ليمون، أنا خرجتكم من الشجرة، نحيها من الشجرة وندي باش العصير نخدم به الكريمة. مبشور الليمون طبعا نحطو في العجينة نتاعي. هنا أنا خليتها ترتاح. طبعا دروك نرجع باش نكملها معكم، يعني تفكرت باللي ما عنديش الليمون، خرجت نحي حبة، يعني استعملت حبة فقط. يعني نوريكم باللي طبيعي طاجيز من الشجرة طاجيز. لهنا طبعا أنا خمرها، يعني نزيد نبدأ دروك نبدأ نحط في الفرينة. يعني الفرينة أنا الكاس نتاعي هنا ها عملت مبشور، يعني هو في الأول يتحط ولكن عادي هنايا أنا يتخمر فقط. يعني حطيت لها ملعقة فرينة وخليتها تخمر تفاعل مع بعضها. ها هي هنا حطيت مبشور حبة ليمون، والحبة هذيك عصرتها العصير دروك ونحطو مع الكريمة. لهنا زيت 3 ملاعق زيت سانغو، 3 يعني. وهنا ونزيد ملعقة، ها هما دروك تشوفوهم 3 ملاعق، ها هما. دروك نزيد الملح، ملعقة صغيرة ملح، ها هي. ونزيد ملعقة يعني نصف ملعقة كبيرة نتاع الفاني هنا، اللي عنده يعني أنا كنت خدمتها بزي ورجعتها بزي. حطيت لها هنا عصير اللي نكهة الليمون، الموز ماشي الليمون. هي يعني كي نخدموها بالعصير لازم عطر الموز، عطر الليمون. ولكن أنا كان يعني عندي نتاع الموز حطيته ويعجبني النكهة نتاعو، ماشي غير أنا، أي وحدة تذوقها يعني يعجب الأغلبية. خلطت كل شيء المكونات أنا حطيتهم كامل، بقات لي نزيد خلاف نزيد قولي نصف كيس نتاع خمارة الحلويات، وإلا كان بارد الحال يعني نحطو كيس كامل. واش خصني هنا ملعقة خل أبيض يعطيها هشاشة، ولا كان عندكم خلاف حليب بودرة، ملعقة حليب بودرة يعني تجي خيالية. وحتى هكذا راكم يعني دروك تشوفوها، يعني جات تاكلها بشهية. علاه ما جاتش تقهر؟ لأن خدمناها بعصير الليمون، فيها كمية صغيرة ماشي كمية كبيرة، ولكن يمدلنا هذيك يعني تاكلها بشهية، جات بنينة جات خفيفة. هنا أنا حطيت يعني الكيسان دات لي تقريبا 4 كيسان. الكاس نتاعي حاسباتهم، كل كاس يهز لي 4 ملاعق، يعني نحط 4 ملاعق ونخلط، نحط 4 ونخلط، نحط 4 ونخلط، حتى نتحصل يعني القوام يكون ماشي يتلاصق بزاف وماشي يابسة. لو كان يابسة تكون معجنة لداخل. لهذا يعني نخليوها شوية طالقة، أنا هنا خليتها طالقة ونعاود روحي هكا. كانت الفرينة نتاعي ربلتها في صحن حدايا، نمسخ يدي هكا فيها ونخدم باش تساعدني. وإلا نعملو زيت هكا في صحينة صغيرة نشمخو يدينا بالزيت ونعاونو رواحنا. شوفو كيفاش راهي طالقة، يعني
دروك أنا كي نحطها على سطح العمل نتاعي، نزيد نعاون روحي يا بالفرينة يا بالزيت كيف كيف نفس النتيجة. هنا دروك ندخلها شوية الكهانة طالقة، نزيد لها نصف ملعقة زبدة، ها هي. ولكن هنايا يعني لقيتها زادت طلقت لي، زدت لها ملعقة فوق 4 كيسان اللي حطيت، وتشوفوها كيفاش يعني راهي يعني ناجحة 10000%. مع إني يعني كي جيت نطيبها صراحةً صرالي كي جيت نطيبها الفور ما بغاش يشعل لي، الفوقاني نتاعو والو خسر لي وأنا ما كاملش حتى عام ملي شريتو، وللأسف ما عطاونيش الضمان نتاعو، لهذا يعني شوية تعصبت معاه باه وجدته. صراحةً يعني المزية عندي الكوشة تشعل من فوق وخاسرة من تحت، الفور يشعل من تحت وخاسر من فوق، تما لقيت الحل، في آخر لحظة تفكرت، يعني طيبتها ودروك شوفوها. هنا ها هي باه نعملها، عملتها 6 كويرات، يعني ما وزنتهم ما والو، عيني هي ميزاني، قلت لكم أنا يدي هاكا نقطّع بيدي، ولو كان نوزنهم كان يعني نفس الحجم غير إلا زايد نص غرامولة، يعني يدي هو يوزن، نعرف الوزن أنا بيدي. ها هما عملتهم 4 كويرات و2 عملتهم خبيزات. يعني وهاد المعجنات المخبوزات يعني في رمضان كنستعملوهم بزاف ونستهلكوهم بزاف ويزيدو يغلاو على برا، وما نعرفوش حتى كيفاش كيخدموهم، يبان لي عندها الوقت وعندها الإمكانيات، لا أحسن تحضر هادو الحوايج يعني هاد المأكولات تحضرهم في الدار، وكي تخدم حاجة بيدك تعرف كيفاه خدمتها، خلاف كي تخدم حاجة وتنجح لك تكون مرتاحة نفسيًا وعارفة واش تاكل واش توكل لعايلتك. ها هما هنا خدمت هادو الزوج خبيزات، وخدمت 4 حطيتهم في البلا الكبير. إن شاء الله الأيام الجاية نزيد نخدم الخبز نتاع الشعير اللي طلبوه مني يعني بزاف، الخبز نتاع الشعير في الكوشة يعني، خبيزات خدمتهم العام اللي فات، وإن شاء الله نزيد نعاودهم هاد الأيامات إذا كتب ربي طبعًا. هنا نجيب حبة بيض، أنا يعني كنت مزروبة إذا قصرتها يعني بيها بالبيض بالأبيض بالصفر، هو الأحسن نحطو غير الصفر، ونزيدو معاه يا القهوة يا الكاكاو، يعني كل واحد واش يبغي يا نخليوه كيما راه، ولكن أنا بغيت هاكا يعني كسرتها هبطت في كامل خلطتها في بعضها وعادي يعني ويمكنني كيف واش الفرق بين كي نحطوها مخلطة وكي نحطو غير الصفار، الصفار تكون هشيشة من فوق، ما تكونش كي قشرة وحدة يعني. وكي نخلطو البيض بياض البيض مع الصفر يعني نخلطوه يعطينا هاديك القشرة الفوقانية تكون لاصقة في بعضها، هذا هو الفرق يعني. هنا زدت لها أنا ملعقة نتاع الكاكاو يعني وجات عادية، عادية، ها هي هنا دفك لي الكاكاو ولكن عادي، دروك ندهنو يعني مع البيض. هادو يعني ملاح الزوادة ملاح، أنا كليتهم وحدهم صراحةً، مع إني ما عُدتش نحب هاكا يعني الحلويات بزاف بزاف، ولكن عجبوني جاو يعني تاكلهم شهية. هنا دروك ندهنهم ونزيد نخليهم يخمروا 4 ساعة ونشعل الفرن تاعي 180 درجة الجهة السفلية، بعد ما يسخن نلوحو البلا كي يطلع يبدا يطيب من تحت نزيدو نشعلولو من فوق، المعجونات يعني الأحسن كي نشعلو لهم من تحت الساع ماشي نشعلو من فوق ومن تحت ما يصيبوش يعني كيفاش يخمروا. هنا ها هي شوفوا راهي مفتحة كي الغرايف يعني. ودروك أنا الكريمة، أنا خدمت الكريمة وكي حطيتها جا الفيديو يعني طويل، 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 طويل ما بغاش يهبط لي، لهذا ما حطيتش فيه هاد اليوم، صراحةً قسّمت الكريمة نحطها وحدها، وهاد لامونة نتاعي اللي حطيتها وحدها يعني هاد الوصفة حطيتها وحدها، وبصح نحط هاذيك من وراها يعني باش يجي الفيديو تابع لبعضه. هنا ها هي هنا ما نشربوها ما والو،
دروك نحط الكريمة نتاعي ديريكت. شوفوا الكريمة كيفاش ناجحة، يعني ناجحة مليار بالمية بدون كريم شونتيي. هاد الكريمة نقدروا نخدموا بها لي طاغطولات، نقدروا نخدموا بها بريوش في تاع رمضان، يعني نقدروا نخدموا بها كلشي. شوفوا يعني كيفاش راهي ناجحة مليار بالمية. ونحطها لكم إن شاء الله وراء هذا الفيديو، وإن شاء الله دعمونا في هذا الفيديو وخليوه لنا يعني يوصل أكبر عدد، واللي ما مشتركينش يدخلوا عندي يشتركوا، يعني اللي يمر عليهم هذا الفيديو وجزاكم الله خيرا. ادعموا بنت بلادكم يعني بالمشاهدة حتى تطلع لنا القناة وتقبل في المراجعة إن شاء الله يا ربي. ربي ينورنا وينوركم ويفتح لنا أبواب الخير ويرزقنا بكل الخير يا ربي إن شاء الله للجميع يا رب. شوفوا لهنا ها هي كيفاش. هنا دهنت أنا بالعسيلة، نقدروا نحطوا لها المربى، نقدروا ندردروا عليها غير السكر كلاصي، يعني عندنا اختيارات. أنا هنا عندي الكاوكاو طحنته وحطيته فوقها، ها هو شوفوا كيف تعطينا داك اللمعة، وقصيتها الحبة على 4 وشاهية طيبة. يعني اللي رجعت هادو الخبيزات، بصح الكريمة يديو الكريمة صراحةً، يعني ضروري يتعمروا باه تبان فيهم. هنايا أنا الكريمة يعني جات كمية كبيرة، أنا حطيتها حتى تبقى، ولكن جات هذيك هي كيما عمرتهم يعني تعمروا الدقبالة. ها هي الأخرى، وهذه هي لامونة نتاعي اللي يعني راني عانيت في الطياب نتاعها فقط. ولكن ناجحة مليار بالمية. نقدروا نخدموهم هكا، اللي تكون عندها وين تحط تبيع وتبيعهم في رمضان صدقوني يتباعوا يعني بعينكم مغمضين، يعني يكون يعني ندخلو رزيق بالحلال كما يقولوها الوحدة. المهم تتحرك وماشي فيه مكونات كبيرة صراحة. الكريمة هذيك راهي غير بالنشا السكر الحليب، يعني غير المنكهات الأغلبية. هذه هي الوصفة نتاعي، نتمنى تنال إعجابكم ونتمنى تعملوها وتنجحوا فيها، ونتمنى تخدموا إن شاء الله اللي محتاجة تخدم مشروع وتنجح فيه. وأنا نقول لكم دعمونا بالجيم البارطاج فضلا وليس أمرا، والمشاهدة وعلاش لا. تهلاو في رواحكم، في أمان الله، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.